سعده ما عنده علم، مو هيك عبد الله؟ لأنه إذا عرف رح يعملنا مشكلة ويخرب كل شيء. كل هالشي عم نعمله مشانه، وشوف هو شو عم يعمل. معك حق. بتعرف إنه أحيانا بقول بيني وبين حالي معقول يكون سعده مو أخي؟ حاشا الله، شو هالحكي؟ قلت هيك ضمن الحديث. انتبهوا منيح عبد الله. لا تاكل هم. لوين رايحين كل هالشباب وهن مسلحين؟ شو أول مرة بتشوفهم بسلاح ولا بس بدك تعمل مشاكل؟ صحيح ما سألتك امتى عرس علي شير وهيلين؟ أنا قريب بقول إن شاء الله. تأخير الخطبة كل هاد فال مو منيح. كل شي بيمشي بأمر الله. الله يهنيهم. ما بخبي عليكم، رح أحس بالوحدة بعد ما تتزوج هيلين. انت شو عم تقول؟ معقول نتركك لحالك؟ وبعدين الخيل معك، لا تاكل هم. حتى الأحصنة بجوز أتركهم كمان. إيه أنا كبرت بالعمر هلأ، ويا دوب أعمل حدوة بالنهار. لا تاكل هم، لو كانت هيلين عنا ما رح نتركك. يكتر خيركم. تمام. خلص خذوا. يلا رضا جيب الحصان الثاني مشان الحدوة. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. يلا عويس. انت متأكد؟ اقتله. وقع، يلا نهرب. يلا بسرعة. أسرع. يلا بسرعة. بسرعة بسرعة. تعالوا تعالوا. خير، كيف سمعتوا انه زياد جاي؟ ليش هو اليوم جاي؟ ايه جاي اليوم. وأنا أخي جاي من اسطنبول كمان اليوم، وإلي سنين ما شفته لأخي جبرائيل. هالصدفة من عند ربنا. زياد مفكر قتلته. معلش تخبروها الحقيقة أول ما يجي؟ معقول ما نقول له إنك أنت بريء يا علي شير؟ ناطر هالشي من سنين. شو هاد؟ عبيدو؟ 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 يا ربي، عبيدو؟ عبيدو؟ لا، عبيدو، عبيدو، الحقوني يا ناس، عبيدو، عبيدو. عبيدو، قتلوه، قتلوه، عبيدو، يا عبيدو، ناس.
يا الله مو معقول دخيلك عم هالحكي، يقولوا شو هاد؟ عبيد انقتل. معقول انقتل؟ ما بصير. يا ناس لازم انقتل نعمل عبيدو. شيء. يا لطيف. شو هالحكي الله هاد؟ يجيرنا. يا ناس انقتل عبيدو. طولي بالك طولي بالك طولي بالك طولي بالك اختي شوي لا تمسك حالك هيك شان الله طولي بالك حرام اللي عم تعمليه بحالك عبيدو انقتل. مو يلا بسرعة يا رجال يلا بسرعة تحركوا. يلا يا شباب تحركوا يا شباب بسرعة، حركة أكثر. لحقوا خلونا نشوف شو صاير. يا لطيف يا لطيف يا رب دخيلك على الخبر. معقول هالحكي؟ مين اللي قتله؟ معقول حدا يعمل هذا الشيء؟ يا لطيف عبيده ما كان في منه، ما كان له اعداء. العالم تقتل معقول بعضها. يصير هيك معه؟ لا حول مو ولا معقول يا قوة لطيف. إلا بالله، يا لا لطيف. حول ولا قوة إن شاء إلا الله ما يكون بالله. هذا الله المجرم يجيرنا، قوم لنشوف. الله يجيرنا يا رب. بعدين يا مع الله مين شو سلطات صار؟ العالم بسم تقتل الله. بعضها. مين لا اللي حول قتله؟ ولا قوة إلا بالله. كيف هيك يعني؟ الله كيف يستر بصير هيك؟ آخرتنا يا رب. بسرعة بسرعة يلا يلا هاي يلا. الدنيا هلا عم يقولوا في لا حول مصيبة الله. امشوا لنشوف عم يقولوا والله كان ما في منه شب مثل الوردة. العمر إلكن. تعيش تعيش. الله يرحمه كان زينة الشباب الله يرحمه الله يرحمه. كان هيك يا عبيدو ما في منه. معقول يصير هيك؟ شو هالحكي هذا؟ انا ما عم بتخيل، انا لحد هلا ماني مصدق مين اللي قتله؟ بس بدنا نعرف خطف لازم نتحرك، لازم نعمل شيء. معقول هيك يروح من بين ايدينا؟ سوزان يلا اصحي سوزان يلا شو بك سوزان سوزان صح اصحي سوزان ردي علي جيبوا سوزان المسكينة سوزان صح اصحي والله ما شان الله في هيك سوزان سوزان يا الله شو سوزان صح اصحي تنزل علينا سوزان الله يصبرها يا ربي الله يعين قلبك سوزان بابا شو مطولين بدك؟ شي؟ قدامنا 3 محطات، اتحملي شوي. اوف أعطيني هويتك يا عم، وأنت كمان يا أخ.
هات هويتك. إذا بدكم فوتوا ارتاحوا جوا. ليش؟ الشرطة موقفين القطار بالمحطة اللي قبلنا. تفضل تفضل، لا يسلم. تواخذونا. هاد هو سيدي. انت السيد مهران؟ ايه انا. تعال لو سمحت. شو لوين اخدين الزلمه؟ اشتبه فيه. بس صدقني هذا الزلمه ضل موجود معنا كل الطريق. كانت البنت مريضة وهو اهتم فيها، ما له علاقة. معناها لا تقلقوا عليه، بيطلع فورا. شو حظه سيء، أساسا ما صار له يوم طالع من السجن. شو هالقصه؟ 3 رجال طلعوا من السجن، واحد يا دوب طلع منه رجع عليه مرة تانية، وواحد طلع منه وراح على القبر. شو رح يصير بالثالث يا ترى؟ شو كان اسمه؟ عاملين حاجز. ايه شايفه. خير يا سيدنا. صارت جريمة بالقطار وبعدين رموا الجثة منه. شو هالحكي هاد معقول؟ لو تعرف شو عم بيصير كمان. المهم قل لي مين هالأخ؟ مو غريب، ضيفي، رفيقي من الجيش. أهلين يا أخ. أهلين فيك. البلد ما استقبلك على خير، بس هي مانا مشكلة. الله يسهل أمرك. شكرا. امشوا الله معكم. شكرا سيدنا. ليش هيك عم تعمل معي؟ أنا عرفتك يا زياد، ربيت أولادي وأنا بحكي لهم عن بطولاتك. خلص طلعتوا من السجن؟ ايه طلعت. ولوين طريقك؟ عندي جنازة رفيقي بدي شارك فيها. الله يرحمه. تعيش أخي. يا أنسة أبي ما عاد موجود يا أنسة. الرجال ما بيبكوا. انت رح تكبر وبكره رح يصير عندك عيلة وأولاد مثل أبوك، تمام؟ تعال. الله يرحمك يا عبيدو. الله يرحمك. ممكن تنزلني عند الجسر؟ تكرم عينك. شكرا لك. سلامة راسك. تسلم. مع السلامة. الله معك. صعب علي خبره لزياد إني ما قتلته وإنه صار في أماني صغيرة هلأ. بس صار لازم هو يعرف الحقيقة ونخلص. فعلا صار الوقت انه تخبره بالحقيقة يا علي شير. وحتى لو الصغيرة ما إلها حدا، بتضل قطع من أختي أماني.
ما منعرف إذا زياد رح يقبلها للبنت الصغيرة، لأن أمانة صعبة ومو أي حدا بيحملها. اي والله. يلا خلصنا. يلا لا تخافي حبيبتي، لا تخافي. يلا لسه شدي شوي. حالك أماني. ما ضل كتير، رح نخلص. ساعديني ايه حبيبتي، كبسي. ساعديني. يلا لا تخافي. هانت لا تخافي، تحملي شوي، ما ضل كتير. حملي بنتي، شوي خلصنا. لسه. ما أحلاها هالبنت، ألف مبروك إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. يا الله شبه ماتت؟ ماتت معقول شو صار لها فجأة؟ ماتت الله يرحمها. العروس. ماتت العروس. يا ماتت الله العروس. شو هالمصيبة هاي؟ ماتت العروس. ماتت العروس. الله دخلها. ماتت أماني. الله يرحمك يا الله أماني. أكبر. لا 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 حول ولا قوة لك إلا راحت البنت، بالله. راحت العروس. ماتت. لا لا صاير يلا بننزل على الضيعة. لا حول ماتت ولا العروس. قوة. ماتت العروس. لا حول ولا قوة ماتت إلا بالله. العروس. ماتت العروس. هلا رب العالمين أعطانا أمانة تانية جوا. راحت الأمانة الأولى منا. يا حرام. ماتت العروس. ماتت وهي عم تولد. راحت العروس. راحت الله يرحمها. طول بالك يا علي. خلوا بالكم. لا حول الله. يا الله شو عم يصير بالضيعة؟ طول بالك يا علي شير. روحها المسكينة. كيفك عم الله بصير؟ استجاب كيفك عم لدعواتك. بصير؟ هيك الله كان بدها. يرحمك يا أماني. هذا تقدير رب العالمين يا ابني. مثل ما قلت هالبنت عانت الله يهدي كثير البال. وتعذبت كثير، الله يفرجك. وسبحان رب العالمين دخيله أخذ أمانة وأعطانا أمانة تانية. دخيله الله، دخيل اسمه. خليك قوي يا ابني، خليك قوي. مشوارنا بيخلص هون، الله ييسر لكم. شكرا لك. كنت بتمنى ما تعيشوا اللي عشتوه وتكون حياتكم أحلى، بس صار اللي صار. لا زعل اختي هي ولا التاني. يلا تضلوا بخير. الله معك. يلا. يلا يا بنات امشوا امشوا. مرحبا عمي. أهلين حبيبتي. أهلين بنت أخي. أهلا وسهلا يا أغا. أهلين فيك. نورتوا. جدي الحمد لله على السلامة علي حبيبتي. شير. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم. ليش ما إجا زياد معون؟ رح يجي بعدهم. يلا لازم يرتاحوا. معناتها هداك الزلمة اسمه زياد. شوف يا علي شير، انت بتعرف انه كل اهالي باساك بيعتبروك واحد منهم. حزنك هو حزننا وشرفك هو شرفنا. واختك المسكينة ماتت قضاء وقدر، وهلا كلنا بنترحم عليها، بس المرحومة اختك راحت وتركت عنا امانة غالية كتير، وبعرف انك ما بتقدر تاخدها على الضيعة، بس ليك مثل ما حمينا اختك وعاشت بيناتنا بهي الضيعة رح نحمي هالطفلة اليوم. اصلا جماعتك بيعرفوا انك قتلت اختك وما راح يشكوا، لهي فيك ترجع هلا، وايمتى ما بتحب فيك تيجي تزورها، وبابنا مفتوح إلك دايما يا ابني. السلام عليكم يا رجال. وعليكم السلام. اقعدوا يا جماعة. يا رب تفضلوا.
ارتاحوا ارتاحوا. لازم نواسي ابننا علي شير. هلا هو مهور. يا جماعة، مثل ما خبينا المرحومة حتى هذا اليوم وحميناها عنا، راح نخبي بنتنا اليتيمة كمان، وراح نشيل هاي الأمانة بين عيوننا كمان. ايه مظبوط. يعني رح نهتم فيها لهالبنت. نحن رح أكيد نكون معك. هلا مسؤولين عنها لحد ما نعتبرنا نعدل. عرضنا وشرفنا. ايه والله عرضنا. اغا، كل الناس بالضيعة عم تروح على بيت الميت هلا، ونحن لازم نشارك بالعزاء. ولازم نبين كتير انه زعلانين قدام العالم. طبعا يا اغا، الجنازة جنازتنا، والشاب بغلاوة واحد من اولادنا. بس تجي على البيت المساء تصرف وكأنك سمعان جديد باللي إيه. صار مشان ما يشك سعده بشي. لا تاكل هم اغا. اهلا وسهلا. أهلا فيك يا أغا. ما في داعي، الله يرضى عليكم. ما اجينا غير نحن الاثنين من بلدية الضيعة لأنه كنا مشغولين بجنازة عبيده، لهيك لا تواخذنا آغا. الله يرحمه. الجنازة جنازتنا، هلا سمعنا بالخبر واجيت لهون لأني وعدتكم. ايه طبعا. معقول الجنازة بدون حضور شكور اغا؟ شوف يا إبراهيم، المرحوم أبوك كان صديق كتير، صح هلأ مو وقتها، بس رح لكم عرضي الأخير لإلكن. السد اللي ما قدرت الدولة إنه تبنيه كل هالسنين، أنا رح أتبرع ورح كمل شغل فيه ليخلص. شو ما صار يصير رح نبني هذا السد بإيدينا، وأصحاب الأراضي اللي رح تكون أراضيهم تحت السد رح يشتروا غيرها بالمصاري اللي رح ندفعها. إيه. وأنا جاهز لأي شي بتطلبوه، ومن بعدها ما رح يبقى ولا دنم أرض بدون مي، وانتو رح تساعدوني بالتضحية اللي رح أعملها. وبتعرفوا إنه التلج بيغطي الأراضي 8 شهور وما رح تستفادوا شي من هالمنطقة هي. فرصة من ذهب اغا، ورح يوافقوا. يعني أنت رح تشتري أراضينا اللي رح تكون حوالين السد؟ إيه بشتريها، وبكل الأحوال لا تجاوبوني فورا. فكروا، إذا واحد منكم بكرة ما بيوافق على عرضي ما بشتري أي شفة أرض من حدا. ايه ما رح يشتري شيء ابدا. إيه ما في داعي، الله يرضى عليك، الله ييسركم. ميسرة. والله عقلك التجاري هاد أهم من أي مسؤول بهالدولة. يعني هلأ الدولة عم تنشئ أبراج ري من شان المواطن يسقي أرضه بمي نظيفة، وعم تحط المصاري بجيبتك وكأنك اشتغلتها. هذا شيء عظيم. شو بدك بهلا حديث ولا يلي عم أعمله مشان الشعب يا مجنون؟ صح، الحق معك. الصلاة والسلام عليك. الله يرحمه، الله يغفر له، الله يرحمه، الله يصبرهم، الله يكون معهم، الله يرحم روحه. وينه؟ عبيده 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 علي شير، عبيده قتلوا أخونا يا علي، قتلوه. بعده تركنا ايتام يا عبيده. شو بنعمل بدونك يا غالي؟ طول بالك، الله يسامحك. مين هالنتل اللي قتلوا؟ مين؟ طول بالك، لا تعمل بحالك. مين قتل؟ اهدى يا ابني. علي شير، لك مين اللي قتله؟ عبيده علي شير، لا تعمل بحالك هيك. علي شير، عبيده إن شاء الله تهدى. عبيده
نعمل شيء. عبيدو عبيدو عبيدو، مين اللي قتله؟ مين هالندل؟ كان العيلة. عبيدو 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 عبيدو، حرام نبكي على الميت. تعال علي شير، يا علي قولي بس مين اللي امشي معي. اهدى علي شير. عبيدو اهدى، عمل لك خلص، طول بالك يا اخي، الله يرحمه. بابا أهلا وسهلا يا ابني. أهلين فيك. شرفتونا. فيك. كيفكن؟ أهلين فيك يا بنتي. تعي يا حلوة. مرحبا. نورتونا، اشتقنا لكم كثير. شكرا كثير. ما كان في داعي لكل هذا. اشتقنا لك كثير يا ابني. عبيدو عطاكم عمره يا أغا. لا تقولها، مسكين والله. عود واحكي لنا، عود. الله يرحمك يا عبيدو، لساته كتير صغير وما عاش حياته. الله يرحمه، ما اختلفنا، بس هالشي من مصلحتك آغا. شو قصدك بهالحكي؟ مين عبيدو آغا؟ أخوه الكبير لعلي شير. هات لشوف لوين بدك تصل. أنا اللي رح أقول لك آغا، بعد موت عبيدو سوزان مرته صارت أرملة هلأ، وهي ما بيجوز تضل لحالها. كلامي مزبوط؟ لهيك هي مجبورة أنه تتزوج من أخو زوجها علي شير. بس هلأ مو وقت هالحكي هاد. طيب إذا مو اليوم بكرة. لا تنسى أنه سوزان أخته لزياد يا عبد الله. ايه، زياد ما رح يوافق على هالموضوع. اتركها علي يا أغا. خليني لبسك. بلبس لحالي. موت عبيدو بهذا الأمر فال مو منيحة علينا. ليش الموت فيه خير يا بابا؟ طبعا لا، بس شو بيعرفني، عم يخطر ببالي شغلات سيئة. شو هي؟ ولا شي، خلينا نشوف شو بده يصير، بس يا ريت لو يجي زياد. ما قدرت أحكي مع علي شير، ما فهمت لهلأ ليش ما إجا زياد بالقطار، بس بكرة بسأله بعد الجنازة. خلاص يا ابني، انت ابن بدران آغا. على مهلكم يا شباب.
اغفر له وسامح وألهم أهله الصبر والسلوان يا الله يا رب العالمين. اللهم تلطف فيه. الله يرحمه. لا اله الا الله. يلا الله يصبر بالك يا رب. الله يطول بالك. الله يصبر اهله يا رب. الله يصبرهم يا رب. الحمد لله على كل شيء. ما في اطيب من قلبه. لسه امبارح كان سهران عندي. سبحان الله كيف طلع لبرا دغري من قتل. لا حول لا ولا إله قوة إلا الا الله. بالله. وحده الله. لا حول ولا قوة الا بالله. اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان سيئا فتغاضى عن سيئاته، وأنت غني عن عذابه يا أرحم الراحمين. اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا، وأنت أعلم به منا، فارحمه برحمتك يا واسع المغفرة. اللهم بدل له ميزان سيئاته بحسنات، إنك على كل شيء قدير. يا رب العالمين ارحمه برحمتك. آمين. اللهم سامحه في آمين. الله يسامحه. اللهم اجعله في الجنة. آمين. آمين. صدق الله العظيم. آمين. صدق الله العظيم. لا تبكي، لا تبكي. هي حال الدنيا، بالنهاية كلنا بدنا نموت وما حدا بيخلد. بس والله زعلت من كل قلبي على عبيده الله يرحمه، لأنه المسكين مات بأول عمره. الله يعوضنا سلامتكم. الميت بيرتاح، بس العذاب للأولاد اليتامى والنسوان الأرامل، وخصوصا إذا وحدة مثل سوزان صغيرة. المهم انه ما نخلي اليتامى والارامل يعيشوا العذاب، نحن رح نوقف جنبهم ورح نواسيهم بهالمصيبة، وكلنا رح نحاول نساعدهم. ايه صح، الموت حق علينا كلنا يا شيخ، وواجبنا وواجب أهله إنه ما نترك مرته بهالحالة. شو قصدك بهالحكي؟ لا تلف وتدور، هات قدرها وهي لازم تصبر. ايه يا شيخ، هذا قدرنا بالنهاية. اللي بقصده إنه ما لازم تضل لحالها، وكل الناس بتعرف هالحكي. لا تواخذوني، أنا عم بحكي من محبة، وأكيد هن ما رح يتخلوا عنا بنوب. بسلامة راسكم يا جماعة. بسلامة راسكم. شو عم يقول؟ ما بتعرفوا لعبد الله بيطحنك. ما كنت عرفانة شو بدي أعمل، وبعدين بشوف ظل عند القطار وأنا واقفة، وكأنه ظل زلمة عم بيمشي مع القطار. طلعت هيك طلع خيال. لمين برأيك هذا الخيال؟ للزلمة يلي انقتل رفيقه. وقدروا يمسكوه للقاتل مو هيك؟ ايه والله، كان لازم تشوفيه كيف كان راكب على حصان يا مرت أخي. قدر إنه يلحق القطار. لحق بالقطار وطلع فيه؟ ايه والله طلع فيه. يا جوري كأنك حبيتي لهذا الشاب. أي حب هذا مرت أخي؟ خلص احكي لا تخجلي مني. البنت مكشفة رح تبرد.
رايحة على ملاطية، إذا على طريقك اركب. أنا ريحان. مرحبا. ممكن نتعرف على اسمك؟ زياد. أنا محامية، إذا لزمك شي حاكيني. شو بتشتغل حضرتك؟ أنا كنت بالسجن. ما فهمت عليك. أنت سجان؟ كل السجانين بيعرفوني. قضيت حياتي بالسجون. سياسة؟ لا، مشكلة قديمة. عمهلك. مرحبا أنسة. أهلين. انت بطل عن جد يا عرفات، شبك هيك؟ ابوك توفى بس انت لازم تاخد مكانه بالبيت وتواسي امك سوزان وجدك الحاج. مو هيك رايك يا انسه؟ مزبوط كلامك، بس حزنه العرفات زاد اكثر لما ما اجا خاله. زياد اللي منعرفه رح يجي على الضيعه. كيف سوزان هلا؟ الحمد لله عم تتحسن، صارت احسن بخاطرك. مع السلامه. ايه صحيح انسه، إذا ما داب الجليد بقلب حنفيات المدرسة خبريني بسرعة. أكيد، شكراً إلك. تعال لشوف. في واحد غريب. مين هاد؟ أول مرة بشوفه. مبين من الضيعة. هيك مبين عنه. اسأله يلا. قل له مرحبا. رح أسأله أنا. عفواً، بس لوين رايح أنت يا عم؟ رايح على نرميكان. رايح ضيعتنا. من وين أنت؟ من هون أنا. بس أنا ما شفتك أبداً. اللي بعمرك ما شافوني أبداً. شو اسمك؟ زياد. إلك زياد؟ هذا خاله العرفات يمكن. إيه، أنا خاله العرفات. ما سمعت يا عم؟ توفى أبوه العرفات أول امبارح. اسكت ولا ليش حكيت فوران؟ إيه. عم تحكي جد ابني؟ والله يا عم. كيف مات؟ قوصوه جماعة. مين قوصه؟ ما حدا بيعرف. قوصوه؟ لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.